السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعض فيديو جديد وتطبيق جديد اللي يجري ورا كل تطبيق جديد، زي اللي اشترى اسمك في مية، يا كسب أكلة محترمة يا اتنصب عليه في 8 طاسة. السؤال اللي هسيبه معاك من الأول الفيديو لآخره: هل فعلا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تصميم بقت بديل لمصمم حقيقي، ولا احنا بقينا بندفع فلوس في صور شكلها حلو وخلاص؟ والنهاردة هنتكلم عن تطبيق اسمه هوم اي، واللي ناس كتير شايفاها عبقري مستقبلي، وناس تانية شايفاها مجرد فلاتر متطورة بتاكل فلوسك واحدة واحدة وانت مش واخد بالك. اول حاجة لازم تعرفها بقى ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي عموما سهلت حياة ناس كتير جدا، خصوصا في الديكور تشطيب. زمان كنت محتاج مهندس او مصمم يقعد معاك بالساعات عشان تتخيل شكل اوضتك بعد تعديل. دلوقتي مجرد صورة من موبايلك وتطبيق يحولها لأوضة مودرن أو كلاسيك أو حتى ستايل فندقي في ثواني. وده أصلا فكرة تطبيق هوم اي، ان تصور مكان وتختار نوع الديكور وهو يولد لك تصميمات مختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تطبيق بيدعم تصميم غرفة نوم وليفينج ومطابخ وحتى الجنين الوجه الخارجي للبيت. وكمان تقدر ترفع صورة ستايل معينة وهو يحاول يقلده في تصميمك، ودي ميزة عجبت ناس كتير جدا، لانه بيوفر الهام سريع بدل ما تفضل تلف ساعات على بنترست ولا فيديوهات ديكور. بس هنا بقى جزء الشكاك اللي جوايا واقف عنده وقال: استنى يا معلم، التطبيق مجاني. ظاهريا مجاني، لكن الحقيقة ان اغلب المميزات التقليدية المقفولة وراك الاشتراك الاسبوعي او السنوي. وبعد الاسعار اللي ظهرت مستخدمين وصلت لمبالغ عالية جدا نسبيا، سواء بالدولار او بالجنيه المصري حسب الدولة ومتجر المستخدم. وده واحد من الحاجات اللي الناس كتير اشتكت منها، انك تدخل متحمس وتجربه وبعدها تلاقي نص الامكانيات محتاجة دفع. وفي ناس قالت ان النسخة المجانية محدودة جدا. من الواقع التعليقات الناس كتير على المتجر في فريق مبسوط جدا من سرعة التصميمات، وان التطبيق بيدي افكار حلوة، خصوصا لو انت محتار تبدأ منين في تشطيب بيتك. لكن في فريق تاني شايف ان النتائج اوقات كتير شبه بعض، ومش بتفهم مش بتفهم الطبيعة المكان الحقيقي. يعني ممكن يقترح حاجات غير منطقية أو يغير في شكل الأوضة بشكل بعيد عن الواقع. وفي ناس اشتكت من المشاكل زي ضغط على السفارات أو بطء توليد، أو حتى إن الصور أحيانا بتبقى مبالغ فيها وواقعية صعبة التنفيذ على الأرض. ده أصلا كلام خبار ديكور قالوا ان الذكاء الاصطناعي ممتاز الهام وتخيل، لكن مش دايما فاهم القياسات الحقيقية او الكهرباء او السباكة او تنفيذ عملي زي المصمم البشري. طيب، التطبيق شغال فين؟ بشكل عام تطبيق متاح على اندرويد وايفون، وبيشتغل في دول كتير حوالين العالم طالما عندك متجر جوجل بلاي وخدمة بتاعتك متاحة. طيب، المطور بيكسب ازاي طالما التطبيق مجاني؟ هنا بقى اللعبة اللي اغلب الناس واغلب التطبيقات الذكاء الاصطناعي بتعتمد عليها. اول حاجه الاشتراكات المدفوعه، تاني حاجه انك كل ما تستخدم ذكاء اصطناعي اكتر بيكون في تكلفة السفارات او اعلى وبيحاولوا يحولوك لخطة مدفوعة. وثالث حاجة بعض التطبيقات بتجمع بيانات استخدام لتحسين الاعلانات او تطور منتج او معرفة اهتمامات المستخدمين بشكل عام، وده بيكون مذكور غالبا في السياسات الخصوصية. ولو هتستخدم تطبيق صح ما تعتمدش مع اي مهندس ديكور حقيقي، اعتبري مساعد افكار بس، يعني الصورة مكان باضاءة كويسة وجرب اكتر من ستايل، وما ترصدش اول تصميم يطلع لك انه واقع نهائي. خد تصميمات كمصدر الهامي قبل ما تدفع فلوس في التشطيب الحقيقي.
وكمان ما تشتركش سنويا من اول يوم. جرب النسخة المجانية الاول، شوف هل فعلا مناسبة ليك ولا مجرد انبهار اول 5 دقايق. ولو حاسس ان هو AI مش مناسب ليك، في بدايل تانية لانهم بيديك تحكم اكبر في التوزيع الانثوي الاساسي ومساحات حقيقية بدل مجرد صور متولدة بالذكاء الاصطناعي. كل تطبيق بيدي كل تطبيق بيدي مميزات، وكل تطبيق برضو فيه عيوب يعني. دلوقتي نرجع لسؤال بدأنا بالفيديو، هل التطبيقات دي بديل تصميم حقيقي؟ الإجابة ببساطة لا، لكنها بقت أداة قوية جدا، توفير في وقت وأفكار إلهامية خصوصا للناس اللي مميزينها محدودة أو لسه في مرحلة التخيل. لكن أول ما تدخل في التنفيذ الحقيقي وتشطيبات وممارسات، هنا الخبير البشري اللي لسه ليه كلمة أخيرة. ولو الفيديو ده عجبك ومتفق أو مختلف معاك، اكتب لي رأيك في التعليقات. وهل فعلا تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبلي لتصميم ولا مجرد وضع وتعدي؟ وما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان نوصل لكل الناس اللي نفسها تستخدم تكنولوجيا بذكاء، مش بتبقى هي اللي بتستخدمهم. سلام. اخر تطلعهم لي.